الكرام، مساء الله عليكم ومرحبا بكم في قناة الصافي لاستشارة وحلول. هذه الحلقة إن شاء الله مشاهدينا الكرام غنتكلموا واحد الموضوع في العقار. وعقار هو عبارة عن حلوى مسمومة كما سموها رجال القانون. شحال من رجل قانون حرر هذا العقد وراه في التحقيق أو راه معتقل. فلهذا مشاهدينا الكرام هذا العقار اللي غنهضروا عليه راه ممنوع على اللي باعو وممنوع على اللي شراه وممنوع على اللي تسمسر فيه. ما نطولش عليكم مشاهدينا الكرام، ندخلوا الموضوع الفضولي والسؤال ديال الحلقه اللي هو واش اخبارك كاين شي اراضي ممنوع تبيع وتشري فيهم؟ وكي ولفنا معكم بان اي موضوع تنحطوه تناقشوه ترفقوه بجوج الاسئله. هذيك الاسئله هي اللي تتبادر الذهن ديال المواطن والمتتبع الكريم باش نحطوا النقاط على الحروف وكل واحد يعرف السؤال ويعرف الجواب ديالو. مشاهدينا الكرام، شحال من واحد تيتلاقى شي واحد وتيعرض عليه شي تجاره، تيقول له حقا كاين واحد القطعه ارضيه جات البلاصه الفلانيه وحدها الماء وحدها البير وحدها الضوء وحدها كذا، تيبقى يبيع له الامل وفيها واحد 400 شجره زيتون ولا سقطتيها في الموسم ديال الزيتون تخلي واحد 20 مليون. هذا اش كي غنقولوا تنهضروا الفتاي تعطيك شي فتوى عوجه، هو تربح انت او تخسر او تمشي للحبس وما عندوش مشكل، هو بحال الطبه تيشوف يحداه خصو غير الرابحه هو ما يهموش انت. فلهذا هاد الحلقه هذه خصصها خصيصا لشي ناس عزوا عليا وقعوا لهم مشاكل باش ننور الفكر ديالهم ونشارك معهم هذه المعلومه باش ما يطيحوش في الغلط. ناهيك على المذكرات اللي جات بها وزاره الداخليه منذ تاريخ بعيد وخاصه في 2013 فاش صدر وتعدل مدونه الحقوق العينيه بان الاراضي السلاليه والاراضي الجموع والاحداث ما تتباع ما تتشرى، وخاصه السلاليه. الانسان من يمشي يشري شي ارض وعجباتك الارض والوليدات ارتاحوا فيها، لان بعض المرات تلقى الارض فيها بيسين، تلقى فيها اسطابل يعني كوري، تلقى مقومه واحد الكتار او كتار ونص، والانسان تيعجبو وخاصه اللي العشاق ديال الطبيعه والعشاق ديال العربيه وتيحط فلوسه 70 مليون او 120 مليون في الاخير تكتشف بان ما شراش الاصل، راه اراضي سلاليه. غدا جات الدوله غتديها لك، ولكن حاجه وحده راه غتدي لك هي الزينه، لان انت شاري هي الزينه. لان فاش شريتي لا لاحظتي في العقد العرفي الرسمي اللي كتب لك المحامي بان عقد تنازل عن حق الانتفاع والتصرف. بمعنى اخر ديك الانتفاع والتصرف اللي تتصرف ديك الارض تتنازل عليه، اي الزينه اللي في الارض انت تتبيعي الزينه، ولكن هذا وراء الستار، يعني بدون اخبار السلطات المحليه. كون كان عارفينك بان غتبيع وتشري ما غتمنعك، ولكن الدوله ما غديرش الكاميرا كل مواطن دخل القياده او دخل عند المحامي شنو صوب هنا او شنو دار له هذا، ولكن فوقتاش غتهضر معك الدوله نهار اللي غتقوم واحد الحمله تطهيريه هي قامت بها. فلهذا الا جا شي واحد عنده القيد او جات عنده السلطه وشعراته قالت له بان غتخوي او غدير او كذا او كذا، فلهذا خصو يتفاعل مع القرار وعرف بان راه شاري الزينه. مشاهدينا الكرام، هاد الاراضي هذه ممنوعه بقوه القانون، بلا ما نهضروا على المنظمه الامريكيه اللي مراقباها عن كتم ونصفات العيالات فيها. مشاهدينا الكرام، خصكم تعرفوا بان هذه الاراضي السلاليه هي ما كانش تتباع وتشرى، كانوا الناس وارثينها، ولكن هذوك الناس من ورثوها على جدودهم بدورهم تما ورثوها
من ولدوا الولاد وكبروا وماتوا هما، هاد الولاد ديال دابا هما اللي تيبيعوها. اما كون يسيقوا من الخبار الناس اللي ماتوا قبل راه ما يخليهمش يبيعوها. دابا هاد الناس اللي ديال دابا اغلبيتهم هربوا من الارض، واخا هما خلقوا في الارض ولاد الارض، يعني بان العامل اللي خلاهم يبيعوها ويسمحوا فيها هو بان قله التساقطات، ما كاينش معاونه مع الدوله، مجرد كذوب في التلفازه تنتهموا مع الفلاح، تنعاونوا الفلاح. هذيك الهضره خاويه. خصك تطلع على الواقع ديال الفلاح كيفاش يعيش الفلاح. فلهذا مجموعه من التحديات والظروف اللي خلاتهم يتنازلوا عليها الناس برانيين، ولكن هما بيناتهم عندهم الحق. 5 الناس وارثين على باهم ارض سلاليه، لا بغى واحد يفوت واحد 200 متر او 400 متر او كثر لخصو ماشي مشكل، بيناتهم ذوي الحقوق، ولكن ممنوعه على البراني، ممنوعه على اللي تيشري واللي غيبيع وعلى السمسار. وهذو كلهم اذا تقدموا للمحكمه راه غيخلصوا ضرائب ويخلصوا غرامات ويقدروا يمشيو للحبس، خاصه الا وقع بيناتهم شي ناس باش يدزوا شي وثائق. فلهذا مشاهدينا الكرام، هذو هما الاراضي الممنوعه بقوه القانون، ما تبيعوها ما تشريوها، واخا تلقاو فيها الجنه، لان راك شاري الزينه، راه ما شاريش الاصل. وهنا بان الرسم العقاري تيطهر العقار، لان ماشي تيتري وفيها كل مشاكل، خاصه ماشي تقول الناس الخبار بان انت ماشي ولد القبيله. انت عندك الارض ديالك هنايا، غدا تلقى واحد دارك 100 متر منها، واحد دارك 100 متر منها، العام الجاي تيداك واحد 100 متر، يعني تضرب واحد 5 سنين تلقى راسك قطار مسخ ولا فيه 5 الخدامه. ودخل في الدعوه مع عباد الله، هما راه تيتحاماو. لا كشتي دخلتي على شي منطقه وانت ماشي ولد البلاد، ماشي ولد المنطقه، راه غتعاني الويلات، غتعاني. وباش تدخل المحكمه معاهم ما عندكش السند، هذيك الورقه اللي عندك ما تثبتش الملكيه، تثبت بان راك الزينه عندك، ولكن واخا الزينه راه ممنوعه، خاصه في هاد الظروف اللي تنعيشوها دابا. ومن بعد من صرح بها وزير الداخليه. اما قبل كانت واحد شويه ديال التسهيلات في الدوائر، تيكاليزيهم، كاين شي مقاطعات تيكاليزيهم، ها معطيه الفلوس يكاليزي لك، يجيب له حتى فرده الصباط يكاليزي، يصح لك الامضاء عليها. وكاين ناس اللي تيحترموا نفسهم وتيخافوا الله وتيخافوا من العواقب الوخيمه ديال القضاء، لان الشيء ماشي سهل. كان شي حاجه قبل كانت تسهيلات، اما دابا ابن عمي خوت الحيطه والحذر، لان الدوله ما غتساهلش مع هاد الناس اللي تيفوتوا، وراها دارت لهم واحد القرار. الناس اللي عندهم تصرف ديال 40 عام و50 عام راه كراتها لهم بالعام، كراتها لهم بالعام، يعني قيداتهم، ما خلات لهمش فين يديروا هكا ولا هكا. وديك الكرا واخا ما تيخلصوش من العام تيتجمع عليهم باش النهار اللي ما تخلصش دير لك حز عليها وتخرجك انت وكسيبتك ومراتك وليداتك وتريك سكانه تخرج. فلهذا اجدنا القرع نمشطوا له شعره، حاجه اللي غيشري الانسان شي حاجه واضحه، شي حاجه موروثه على الاجداد. اما الارض ديال الدوله يبعد منها الانسان، لان الدوله ماهاش اللعب. مشاهدينا الكرام، نتمنى من الله الفكره تكون وصلتكم، نتمنى من الله شي سماسريه ما يبقاوش يبيعوا الايمان لعباد الله، وخاصه الجاليه المغربيه. الجاليه المغربيه، وتحيه رجال السلطه، وتحيه ذوي الحقوق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.